هنعمل بقى النهارده بسكوت العيد المقرمش والدايب دوب اللي بالكيس الحلواني، هتعمليه بكل سهوله ان شاء الله. معايا بقى كده قالب زبده، وهنقسمه نصين عشان عايزه منه 500 جرام بس، يكون بدرجه حراره الغرفه، مش عايزاه يكون مجمد ولا يكون سايح. ومعايا كمان نص كوبايه من السمنه، النص كوبايه دي 125 جرام، لو حد عنده ميزان يكون افضل بكتير زي ما انتم شايفين كده. ومعايا كمان حطيت كوبايتين من السكر البودر، الكوبايه دي 250 مللي. هنبدا ان احنا نضربهم مع بعض كويس قوي في المضرب، او يكون في العجان او على ايديكي. اهم حاجه تفضلي تضربي لحد ما يبقى لونها فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نبدا بقى ان احنا نضيف البيض واحده واحده. ضفت اول بيضه، وهضيف لها بقى كمان فانيليا، وهضيف كمان زيت برتقال لو متوفر عندك. لو مش متوفر عايزه زيت جوز الهند، او لو مش عايزه اي زيوت خالص مفيش اي مشكله. نبدا بقى ان احنا نضربهم مع بعض. اول ما العجينه تبدا تشربها نبدا ننزل بالبيضه التانيه، وهكذا لحد ما نخلص الاربع بيضات. معايا بقى كده كيلو من الدقيق، مسكته نخلته وحطيت له معلقه صغيره من البيكنج باودر، ورشه من الملح، ومعلقه صغيره يا جماعه من البيكنج باودر، ما تكتريش عن كده عشان البيكنج باودر بيبوظ خالص العجينه بتاعتك. هنبدا بقى ان احنا نخلطهم كده مع بعض واحده واحده عشان خاطر الهواء اللي في الزبده ما يطلعش. نحطهم على طول في الكيس الحلواني ونشتغل بيه، ما بيستريحش خالص. نبدا بقى نعملهم بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. ندخله بقى على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هيقعد بقى معاكي ربع ساعه تلت ساعه على حسب الفرن بتاعك، ما بيولعش عليه الشوايه، هو بياخد لون من فوق ومن تحت، وبيطلع زي ما انتم شايفين. كل سنه وانتم